بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام للشاب الشاعر الفتى الشريف الصعيدي جعفر الصادق والمحمد والعابدين. يقول: إني لفي كل يوم سيم الجمعة أهدي صلاتي إلى الهادي ومن تبعه، فهاك جهد مقل من فوائدها جمعته كي ينال القصد من جمعه، فمن عليه يصلي الله جل بها 10 يصلي وإما زادها رفعه، وإن أقربنا يوم الجزاء نزولا المكثرون فكثر كي تكون معه، فيها امتثال لأمر الله خالقنا وإن فيها روى الصاد ومنتجعه، اكرم بها سببا لنيل كل علا وسلما لارتقى العاني ومدرعه، وإنها مع حب المقتدى وله في القلب تسقي كسقي الزرع من زرعه، وإنها لغذا للنفس حيث بها ترقى وتبقى من الأنوار ملتمعة، وتطفئ الغضب المردي بصاحبه كأنه النار للأشلاء منتزعة، تفرج الهم عمن كان مشتغلا بها ويغدو بها في نعمة وسعة، والحاج يقضى بها والذنب يغفره ربي وتبقى بها الأرواح منتفعة، وتجلب الخير والتيسير تجلبه والفتح تغدو بها الأنواع مقشعة، وتجلب الخير والتيسير تجلبه والفتح تغدو بها الأسواء منقشعة، أسنى وأعلى رضا المولى وطاعته فيها والأعمال عند العرض مرتفعة، أسنى وأعلى رضا المولى وطاعته فيها والأعمال عند العرض مرتفعة، فلا تعد ولا تحصى فضائلها فارتع تصير لك الخيرات مجتمعة، ونعمها مرتعا خصبا فدونكه فلازم الغرز منه واحذرا تدعه، فالحمد لله هادنا بسيدنا طه فسرنا على منهاجه تبعه، دعا فبلغنا كل رسالته لم يخش في ربه لوما ولا منعه، حتى له أذعنت قصرا جبابرة فأصبحوا بعد عز جامع بضعة، حتى له أذعنت قصرا جبابرة فأصبحوا بعد عز شامخ بضعة، والله أنزل تنزيلا فكان لمن قد اهتدى رفعة والمعتدي وضعه، صلى عليه إلهي دائما وعلى آل وصحب ومن منهاجهم تبعه عليه الصلاة والسلام.